يسعد صباح الحلوين. بعد العيد فات كتير قوي، الواحد جاله اكتئاب، مش عايز يخش المطبخ ولا عايز يعمل اي حاجة، وكمان قايم من النوم زهقان ومش عايز يفطر. عملت حاجة خفيفة كده، قلت اما اعمل كوباية شاي، ونزلت جبت طلبات من تحت. مش هفطر غير الكيك ده. جبت الطلبات من تحت وغسلتها وانا واقفه كده خليت خيار بسرعه، عماله افكر اعمل اكل ايه. الحقيقه مش عارفه، لكن انجزت. قولوا لي انجزتي في ايه يا مرمر؟ طلعت فرخ. هعمل بيها ايه بقى؟ والله ما اعرف. هفكر بقى، بس اهم حاجه نظبط دماغنا الاول بكوبايه شاي من الحر دوت، وهاكل جنبها ديت، وبعد كده نشوف هنعمل ايه سوا مع بعض. انا عارفه انه مش فطار صحي خالص، بس اللي جه على نفس الواحد. حضرت هتبل الفرخة التتبيلة بقى محترمة. اكتر الحاجة اللي موجودة فيها توم وفلفل حامي، مع بصلاية صغيرة وطماطميتين مكعبات. التوابل بقى: فلفل اسود، بهارات 7 حبات بسيط، بابريكا، وكمان حطيت معلقة من بهارات الفراخ وملح ونعناع، عسل ابيض ومستردة. تمام. التتبيلات ليها حاجات كتير قوي. ما تنسوش كمان هحط شوية زيت وانا بضرب كل ده في الكب او في الخلاط. ضربت كل ده. ريحة التتبيلة بت... بتخليكي تحسي اذا كانت الفراخ دي هتطلع حلوة ولا لا. تمام. طبعا ممكن نحط زبادي، ممكن نشيل زبادي، ممكن نحط باربيكيو، ممكن نحط هوت صوص جاهز بدل الفلفل الحامي، ده له طعم وده له طعم. ممكن احط معلقتين من الصلصة اللي هي البرطمانات، برضو ليها طعم. غسلت الفراخ كويس جدا بملح ودقيق وليمون. انا ما بغسلش بخل خالص، تمام، عشان نبقى متفقين. الدقيق دقيق ذرة، ولو ما فيش دقيق ذرة بشتغل بدقيق عادي. حطيت معلقتين اتنين زيت في تحت الفرخة في الصينية، وحطيت البصل معانا كده متفتح ومغسول كويس، وهسيبها بقى هسويها كل سواها الكامل في قلب الفرن. وعندي شوية شوربة، تعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا الفترة اللي فاتت دي كنا شغالين على الرز البسمتي والرقاق والفتة ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، فالواحد زهق كده وعايز شوية خضار حلوين. الناس اللي ما بتاكلش خضار او ملهاش في عمايل الخضار قوي، تعالى اقول لك ازاي نعمل شوية خضار حلوين يخلوا ولادك يحبوه. انا شخصيا لما بقعد كام يوم كده من غير خضار، هم اللي بيطلبوا مني في البيت: لا احنا عايزين ناكل كذا. حطيت بصلايه تتشوح على البوتاجاز في معلقه سمنه ريحتها كويسه. حطيت لها كمان ايه، 3 فصوص توم كبار. تمام. وحطيت شويه من الفلفل الاسود، ده بيخلي ريحه التسبيكه بتاعتك، او مش تسبيكه بالمعنى الاصح، لان انا ما بحبش الخضار يبقى بصلته محروقه او حتى محمره. لا، ده انا يا دوبك بتشم النار معايا وببتدي اظبط دنيتي على طول، علشان الحاجات التقيله دي بتتعب في الحر، وكمان ما بتديش طعم الطف حاجه. اول ما الدنيا اخدت لون معايا حلو كده اهو، هنزل فاصوليا خضراء. الناس كتير جدا ما بتحبهاش. طب جربتيها يا ست الكل بالطريقه دي؟ ممكن جدا تستغني عن الفراخ المشويه، وانت بتشوحي البصل والثوم تنزلي مكعبات صدور فراخ تتشوح معاها، وتكملي بقيه الطريقه. تحفه، حاجه كده من ورا الخيال. جربي تعملي الخضار بطريقه حلوه، الولاد هيحبوه. ممكن تحطيه في صينية جلاش مع اللحمة المفرومة، وعملته معاكم قبل كده اكتر من مرة. خضار مشكل محطوط عليه عصاج وحشينا بيه الجلاش، وكان طعمه في منتهى الجمال. انتوا اللي بتكسلوا يا جماعة تعملوا الخضار مختلف لولادكم. حطيت كمان معلقتين اتنين بس، لان انا مش عايزة صلصة بمعنى كلمة اللي هو حاجة حمرا وتقيلة وتتعب المعدة والكلام ده في الحر. لا 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 خالص. انا عايزة خضار يستوي في حاجة بسيطة وطعم حلو. حطيت معلقه من السكر، مهمه جدا عشان حموضه الطماطم حتى لو الطماطم عاملاها في قلب البيت. وحطيت معلقه شويه من الفلفل الاسود، عارفه اني حطيت في قلب البصل، بس انت بتكملي التوابل بتاعتك على مراحل. وحطيت رشه من بهارات ال7 حبات. طبعا كل ده موجود في الشوربه اللي انت سقيتي بيها، بس لما بينزل حي كده على الخضار نفسه، لا ليه طعم تاني خالص. بصي شكل الخضار بتاعك عامل ازاي. حاولي بقدر الامكان ان اي خضار تعمليه، كوسه، فاصوليا، اي حاجه من الحاجات اللي هي الفريش دي، ما تسويهاش قوي عشان ما تتهريش معاكي وما تبقاش احلى حاجه. لازم الخضار يبقى سليم وبيقرش كده تحت اسنانك كده، تحسي بطعم حلو جدا.
الفرخة بتاعتنا استوت، درجة حرارة 200 في الأول. تمام. شغلت المروحة عشان أسوي فوق وتحت وارزع درجة حرارة كويس. لو ما عندكش مروحة تقدري تعتمدي على درجة الحرارة العالية وتقلبيها من الناحيتين. وعملنا طبق رز بالشعرية. بص تسوية الفراخ تحفة. وكمان طبق سلطة خضراء. يوم من الأيام العادية الطبيعية جدا في أي بيت، بس حبينا إن احنا ندي لبعض أفكار في الحر ده. لو عجبكم أي حاجة في الفيديو، أي حاجة استفدتوا بيها، ما تنسوش تكتبوا لي تعليق كويس، دعوة كويسة. أشوفكم بخير في وصفة جديدة من وصفات ميرو في المطبخ، كوين أوف ذا كيتشن. ولو عايزين أي وصفة اكتبوا لي في التعليقات برضو، وإن شاء الله نعملها سوا مع بعض وتبقى كل إمكانياتها متاحة، وأقول لك كمان على البدائل بتاعتها. ما تنسوش تتابعوني كمان على صفحتنا اللي على الفيسبوك. اشوفكم بخير في وصفة جديدة. كانت معاكم مرمر محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.